بيبتدي الفيلم مع جانج تشول سائق أتوبيس مدرسي وهو في طريقه للبيت في إحدى ليالي الشتاء التلجية، فبيلاحظ عربية مركونة على جنب الطريق وواضح إنها متعطلة وما كانش في أي حد سايق على الطريق، فركن الأتوبيس. صاحبة العربية اسمها جوين كانت بتكلم خطيبها، فراح وسألها فيه مشكلة، فقالت له في عجلة بايظة وطلبت شاحنة رفع عشان تشد العربية وهي في الطريق. فقال لها في الجو ده شاحنة الرفع بتتأخر، أنا هشوف لك العجلة بنفسي. جوين كملت كلامها مع خطيبها عشان يطمن عليها، ولما خلصت جانج جالها مرة تانية وقال لها العجلة حالتها صعبة والعربية صعب تتحرك، فقالت له شكرا أنا هستنى شاحنة الرفع، فمشي. بعدها بلحظات جوين كانت مستغربة إن السواق لسه ما اتحركش بالأتوبيس ولسه بتفتح كشاف العربية عشان تشوفه. هجم عليها فجأة زي الوحش وكسر إزاز العربية، حاولت تهرب بس ما عرفتش. بعدها فضل يضرب فيها بشاكوش بكل عنف لغاية ما فقدت الوعي. بعدها بيتنقل بينا المشهد لبيت جانج الغريب، وبنلاقيه ماسك سطور وجوين عريانة ونايمة على الأرض. قالت له بصوت واطي أرجوك ما تقتلنيش، فقال لها ليه؟ قالت له أنا حامل. جانج بص لها لثواني وبعدين قتلها بدون تردد. بعدها قام بتقطيع الجثة بكل برود، وهو شغال الدبلة بتاعتها وقعت واتدحرجت على الأرض. جانج بص حواليه بس ما لقاهاش. بعد كده قام بتصريف الدم من خلال مصرف مية، لأن البيت جنب مصرف زراعي بيودي للبحر، وهنا المية خلت الدبلة محشورة في آخر المصرف وما تقعش في المية. بعدها بيومين كان فيه ولد بيلعب في مكان جنب البحر، فلقى بالصدفة ودن مقطوعة. الولد اتخض ونادى على زمايله. في نفس اليوم شرطة المدينة انتشرت في المكان بعد ما قاموا بالتبليغ. في اللحظة دي وصل الرئيس جيان وان، وهو رئيس شرطة متقاعد ويبقى أبو جوين. طبعا كان مرعوب لأن بنته مختفية أكتر من يومين في المدينة، وكمان وصل خطيبها كيم سو وبيشتغل عميل سري. في الوقت ده فرد من الشرطة كان بيدور جوه شاطئ البحر، فلقى حاجة عليها شعر، فلما قلبها اترعب لأنها راس بشرية، وجري ينادي فريق الطب الشرعي، وفعلا راح وأخدها في صندوق قدام عيون أبوها. وفي وسط زحمة الشرطة والصحافة الراس وقعت قدام الضابط كيم، وهنا شاف أبشع منظر في حياته وهو راس حبيبته. بعدها بيوم كيم حضر عزاء خطيبته بحضور أبوها وأختها، وكان حزين جدا، وهناك وعدها بإنه هيخلي اللي قتلها يحس بنفس الألم بتاعها 1000 مرة. بعدها كيم راح لمديره وطلب منه أجازة أسبوعين بسبب اللي حصل، والمدير طبعا وافق. وقبل ما يمشي قابل صديقه لي جون مدير القسم الفني، واداله كبسولة ذكية صغيرة فيها GPS وكمان ميكروفون. ومع ان ده مخالف للقانون الا انه كان عايز يساعده باي طريقة للانتقام من قتل حبيبته. بعدها قابل حماه جيان وان اللي اداله 4 ملفات اخدهم من الشرطة عن المشتبهين في القضية، وهم ال4 اللي كانوا مشتبهين في قضايا مشابهة. كيم اخدهم وعلقهم في شقته عشان تبدأ رحلة البحث والانتقام الطويلة. كيم راح لشقة اول ضحية وقدر يتسلل من غير ما يحس بيه، فلاه بيتفرج على الكمبيوتر، وفجأة الكمبيوتر فصل، فقام يتأكد ان الشحن متوصل، وهنا كيم ضربه بقوة بيه وفضل يخنقه لغاية ما فقد الوعي. واول ما فاق كيم وراله صورة لعربية خطيبته في الحادث، والمشتبه بيه بدأ يحرك راسه بمعنى انه ما يعرفش، وفضل يعيط. كيم عرف انه مش القاتل، خاصة انه فتش الشقة كويس وهو مغمى عليه. تاني يوم هو جين محقق الشرطة وصل للمستشفى، والمساعدين قالوا له ان عربية الاسعاف جابت المتهم، واعترف لهم ان هو القاتل كان في حالة مزرية لدرجة انه مش عارف يتكلم. كيم كان يقصد من كده انه يضلل الشرطة اطول فترة ممكنة على المتهم الحقيقي للانتقام منه. بعدها كيم راح ورا المتهم التاني وبرضه عرف انه مش القاتل الحقيقي، وهنا الدور كان عن المتهم التالت وهو جانج تشول سائق الاتوبيس. في الوقت ده جانج كان بيصطاد ضحية جديدة، وكانت البنت واقفة في المحطة لوحدها، وهنا جانج كان معدي بالاتوبيس وعرض عليها يوصلها لكنها ترددت، وبعد ما اقنعها ركبت معاه. وفجأة وهو في الطريق وقف وجاب حديدة حطها جنبه، والبنت كانت مرعوبة، وفجأة ضربها بالحديدة بكل عنف ففقدت الوعي. بعدها كانت واقعة على الأرض في بيته زي الحالة الأولى، وهنا كان معلق مقصلة كبيرة وشدها بالحبل، وأول ما ساب الحبل المقصلة نزلت بسرعة فصلت رقبتها وماتت. بعدها بيوم كيم راح لعنوان جانج، وهناك أمه قابلته فقال لها أنا من التأمينات وعايز أتواصل مع ابنك، فقالت له هو مهاجرنا وحتى ابنه كمان من فترة كبيرة، بس ابنه ممكن يعرف مكانه. فقال لها عشان أتأكد هي دي صورة ابنك. فالأم استغربت وقالت له هي دي صورة حديثة شكله يخوف. بعدها راح لابنه وسأله عن المكان. بالفعل كيم راح البيت اللي قاله عليه ابنه اللي شافه مع أبوه في مرة. فلما دخل البيت لقى دولاب متكون من 3 أدراج ومقفول بقفل حديد، وقام بكسر الأقفال. وهنا كانت المفاجأة، الدرج الأول فيه شنط حريمي، والتاني فيه ملابس حريمي، والتالت فيه جزم. وفجأة سمع صوت فبص وراه لقى باب فتحه بحذر. الباب ده كان بيودي للمكان اللي جانج بيقتل فيه ضحاياه، وكان بيفصل بينهم مصرف. وهنا كانت الصدمة، كيم قبل ما يدخل لقى حاجة بتلمع على الأرض، وطلع الحاجة دي دبلة خطيبته وكانت محشورة تحت حديد المصرف. وهنا انهار كيم. بعدها
يوم جانج كان في شغله وبيوصل البنات لبيتهم بعد المدرسة، ولكن المرة دي كيم كان مركب جهاز تتبع في عربيته. ولما بدأ غروب الشمس كان فيه بنت واحدة باقية وكانت نايمة، ولما فاقت لقيت نفسها مربوطة ومتكتفة على الأرض. جانج حاول يغتصبها وهي حاولت تقاومه، فقالها بغضب فيه ايه لما تحبيني؟ ليه كل الستات ضدي؟ وهنا بنكتشف العقدة النفسية اللي عنده ضد الستات. جانج بدأ يعنفها، لكن فجأة سمع حد بيناديه بصوت واطي، فأخد المنجل وراح يشوف مين، فلقى شخص غريب وهو كيم. جانج فتح النور وهنا كيم كان بيبصله باحتقار وغضب. جانج قال له انت اكيد من الشرطة. كيم ما ردش عليه، وهنا جانج جري ناحيته بقوة ومعاه المنجل، لكن كيم قدر يتعامل معاه وفضل يضربه. جانج طلع سكينة وحاول بكل قوة يقتل كيم، لكن معرفش، ولما حاول يهرب كيم لحقه بسرعة وضربه. وهنا لقى كيس بلاستيك فخنقه بيه لغاية ما قرب يفقد الوعي. بعدها ضربه بقوة في حجر صلب وكان هيخلص عليه، لكن وقف فجأة وكأنه مش عايز يقتله بسهولة. بعدها أخد الكبسولة اللي فيها GPS وميكروفون وخلاه يبلعها في معدته. بعدها فترة قليلة جانج فاق فلقى موجود معاه ظرف، فلما فتحه لقى فيه فلوس فاستغرب وضحك. بعدها راح للأتوبيس فأخد سكينة صغيرة وجاكيت، وكل ده وكان بيراقبه من خلال الموبايل. طبعا جانج ساب الأتوبيس لأنه عرف إن الشرطة بتراقبه، فلما طلع على الطريق وقف تاكسي فركب معاه. بعدها السواق قال له معلش عشان فيه راكب تاني. جانج حس بحاجة غريبة ناحيتهم، وفعلا لسه الراكب اللي وراه هيطلع السكينة. جانج بسرعة هجم السواق في رقبته، بعدها ضرب الراكب التاني وبدأت معركة شرسة بالسكاكين. قدر جانج يخلص عليهم بعنف لغاية ما العربية خبطت في الشجرة. بعدها جانج خرج وفتح شنطة التاكسي ولقى فيها واحد مقتول. يا محسن الصدف، طلعوا قاتلين وحرامية. بعدها جانج أخد شنطة فيها هدوم ومشي. ولما طلع الصبح جانج وصل لمركز طب صغير بسبب الجروح اللي في جسمه، وفعلا الطبيب عالجه، ولكن قبل ما يمشي شاف الممرضة وقدر يستفرد بيها وخلاها تخلع هدومها تحت التهديد، وبدأ يعتدي عليها في الوقت اللي كان فيه كيم بيراقبه. وقبل ما يقوم باغتصابها كيم دخل وضربه بطفاية الحريق، وهنا جانج مسك مشرط من على الأرض ولسه هيضربه. كيم مسك المشرط بإيديه لغاية ما نزف الدم. جانج اتصدم. بعدها كيم فضل يضربه بالكرسي وقال له ما تقلقش دي لسه البداية. بعدها البنت كانت بتهرب وكيم وقفها وطلب منها إنها تشوف اللي هيحصل عشان تشفي صدرها من اللي هيعمله فيه. بعدها أخد المشرط وغرزه في رجليه، وجانج فضل يصرخ من كتر الألم. بعدها بشوية جانج لقى نفسه في مكان فاضي ونزل من التاكسي بالعافية بسبب رجليه، وعلى طول فك الكوتشي عشان يشوف فيه جهاز تتبع ما لقاش. دور في التاكسي ما لقاش برضه. كان هيتجنن ويعرف ازاي الشخص الغريب ده بيعرف مكانه. بعدها أخد التاكسي ومشي، فراح لبيت صديقه الوحيد واسمه تايجو، وهناك قعد يتعشى مع صديقه وزوجته. وتايجو كان بياكل لحمة وجانج كان بياكل سمك، فجانج قال له انت ما بتمرضش من الاكل ده؟ تايجو قال له لا، لو انت جربته عمرك ما هتدوق لحم غيره، والكارثة ان اللحم اللي بياكله طلع لحم بني ادمين. في الوقت ده كيم وصل للمكان في هدوء، وهنا تايجو قال لجانج ادخل عشان ترتاح وانا هجيب وجبتي الجايه. وفعلا دخل المطبخ وكان فيه فريزر كبير مليان قطع بشريه، بس ما عجبوش حاجه، فراح مكان صغير كان فيه بنت فاخدها عشان يحضر وجبته. في اللحظه دي كيم اتسلل للبيت، وتايجو اخد البنت والسلسله في رقبتها عشان يقطعها، وكان مشغل موسيقى ومزاجه عالي، فمسك السكينه ولسه هيقتلها. فجاه صوت الموسيقى وقف. تايجو استغرب وراح عشان يشغل الموسيقى، وفعلا اشتغلت. فرجع للبنت بس المره دي ما لقاهاش، ولسه بيبص الناحيه التانيه لقى كيم في وشه. في اللحظه دي جانج قام لانه سمع صوت، وهنا رجع بخياله لما حاول يضرب كيم في المستشفى بالمشرط وكيم مسكه بايديه. هنا جانج افتكر الدبله اللي كان لابسها، وهي نفس دبله الضحيه اللي قتلها وهي حامل. تايجو هجم على كيم بالسكينه، ولكن كيم كان اسرع منه فسيطر عليه وكسر دراعه وربطه بنفس السلسله اللي كان رابط بيها الضحيه، وغرز المفك في ايديه. بعدها مسك السكينه عشان يقطعها، لكن اتدخل جانج وكان معاه بندقيه وعلى طول ضرب عليه النار، لكن تفاداها بسرعه وفضل يضرب عليه النار لغايه ما هرب. بعدها تسلق للدور التاني بسرعه، وجانج فك صديقه اللي حاول يشيل المفك من ايديه بصعوبه. فوق كيم دخل غرفه فلقى شنطه ادوات صيد زي الهلب وكمان صناره حديد. بعدها مشي بهدوء خارج الغرفه عشان يوصل لجانج، ولكن فجاه زوجة تايجو بتظهر وراه وبتضربه بالمقص، لكن كيم ضربها بسرعه واغمى عليها. ولسه هياخدوا الصناره اللي وقعت هاجموا تايجو بالسكينه، ولكن كيم قدر يتعامل معاه وضربه في الحيطه. بعدها اخدوا الصناره وفضل يضرب على راسه بكل غل لغايه ما فقد الوعي. وهنا لاحظ ان جانج بيقرب منه فرمى الهلب بتاع الصناره على الارض واستخبى جنب الحيطه. اول ما جانج لاحظه راح ناحيته بسرعه، لكن داس على الهلب برجليه فوقع. وهنا كيم راح له بسرعه وجانج لسه هيضربه. كيم كان اسرع منه والرصاصه خبطت في السقف، وهنا كيم بدا يضربه بكل غل بالصناره الحديد، حتى بعد ما نزف دمه واغمى عليه كمل ضرب فيه وهو بيقول له عملت كده ليه. بعدها اخده بالعربيه، وتاني يوم الصبح
الصبح الشرطة أخدت تايجوه وزوجته وكانوا في حالة سيئة جدا. بعدها هو جين رئيس الشرطة راح لحما كيم وقال له إنهم اتأكدوا إن كيم هو اللي ورا الإصابات اللي بتحصل، وطلب منه إنه يوقف اللي بيعمله. في الوقت ده كيم كان عند صديقه لي جون في المكتب الفني اللي قدر يعالج جراح كيم وكمان جانج في مكان خاص. وهنا سأل كيم الكبسولة شغالة كويس ولا لا. كيم شاور له عشان يسكت وراح شاف جانج اللي هيكون بيسمع، لكن لقاه لسه متخدر تماما. لي جون قال له ما تقلقش هو فقد الوعي تماما، لكن اتضح ان الشيطان جانج كان في وعيه جزئيا وافتكر لما كيم خلاه يبلع الكبسولة. بعدها جانج بيفوق بيلاقي نفسه في نفق. بعدها قام وفضل يضحك وقال له انت فين دلوقتي؟ كيم في الوقت ده في الصيدلية واتصدم لما سمع الكلام. بعدها جانج قال له انا عارف انت مين. كيم خلاص عرف ان جانج اكتشف اللعبة، وجانج بعدها دخل صيدلية واخد ادوية وكمل كلامه وقال لكيم بالمناسبة خطيبتك قبل ما اقتلها قالت لي انها حامل وتوسلت لي عشان تعيش. كيم اتفاجئ وكان في قمة القهر والغضب. بعدها اخد ادوية كتير وقال له تعالى بسرعة قبل ما اللي انا سايبه جوه يموت. بعدها كيم وصل للمكان لقى الصيدلي مطعون في رقبته وحاول ينقذه قبل ما يموت. في الوقت ده جانج كان في حمام عمومي واتضح ان الادوية اللي اخدها بتسبب اسهال شديد، وفعلا قدر يلاقي الكبسولة اللي كانت في معدته. في اللحظة دي وصل سواق تاكسي للحمام، وهنا جانج الشيطان مسك عصاية وفضل يضرب بيها السواق لغاية ما فقد الوعي وحط الكبسولة جوه بقه. بعدها اخد التاكسي وهرب. وطبعا كيم لما وصل ما لقاهوش. جانج اخد الموبايل اللي كان في التاكسي وعمل اتصال. بعدها هو جين رئيس الشرطة كان موجود في المستشفى بسبب المصابين الجدد، فجاله اتصال من مكتبه وقال له المفاجأة الغير متوقعة وان جانج قال لهم انه هيسلم نفسه. في الوقت ده كيم وصل للمستشفى زي المجنون وراح على طول لتايجوه صديق جانج وقال له انا عايز اعرف صاحبك فين. تايجوه قال له هو قتل حبيبتك والدور على باقي عيلتك، وبعدها هيسلم نفسه للشرطة وكل شيء هينتهي. بعدها بدأ يستفزه وقال له جانج ادى لحبيبتك بعض المتعة قبل ما يقتلها، وفضل يضحك. كيم كان في قمة غضبه وقال له اللي عمله ده بيضحكك؟ طب انا هخليك تضحك طول حياتك. وهنا كيم مسك بقه بايده الاتنين لغايه ما شقه نصين. بعدها كيم كلم صديقه في المكتب الفني وقال له انا اتصنت على الاتصال، وجانج قال للشرطه قبل ما اسلم نفسي لازم اعمل حاجه مهمه، وكمان حدد موقع المكالمه وهي مقاطعه يوني. كيم هنا حول مسار العربيه بسرعه لان ده موقع حماه. بعدها اتصل على حماه جيان وان، ولكن في الوقت ده جانج وصل لبيت حماه على اساس انه ساعه بريد، وللاسف ما قدرش يحدد ملامحه من ورا البوابه. لما حماه ما ردش كيم اتصل بسرعه على قائد الشرطه عشان يلحق حماه. القائد كان عصبي جدا وقال له لو جراله حاجه هقتلك. وبيتنقل بينا المشهد لجانج وهو خارج من احدى الغرف ومعاه سكينه فيها دم. بعدها راح للمطبخ وهنا بنلاقي حما كيم واقع على الارض وراسه مليانه دم. جانج ما اكتفاش بكده واخد دمبل حديد وفضل يضربه على راسه. وفجاه جرس الباب رن وبنته كانت وصلت البيت، واول ما دخلت لقت كرسي مقلوب فاستغربت ودخلت في هدوء عشان تشوف ابوها، وفجاه هجم عليها جانج. بعدها بفتره قليله كيم وصل لبيت حماه لقى الشرطه منتشره، كانوا عايزين يمنعوه من الدخول. وهنا قائد الشرطه اول ما شافه لكمه في وشه وقال له ازاي تتجرأ تيجي هنا بعد اللي عملته. المساعدين بتوعه هدوه. بعدها سمحوا له يدخل، ولما دخل يشوف حماه كان في حاله صعبه جدا. كيم مسك ايديه وما نطقش بكلمه. في نفس الوقت قائد الشرطه جاله اتصال من جانج، وبعدها راح لكيم وقال له الاتصال ده ليك. جانج قال له قبل ما تطاردني لازم كنت تعرف انك جاهل وغبي، مين اللي فاز دلوقتي انا ولا انت؟ وهنا بنشوف جثه اخت خطيبته ميته بعد ما قتلها ولقيتها الشرطه. في اللحظه دي كيم كان انطلق بالعربيه لان جانج هيسلم نفسه، وهنا قائد الشرطه كان موجود في المكان ومعاه المساعدين والكل مستعد لظهور جانج. وفعلا بعدها وصل بالتاكسي ووقف في نص الشارع بتاع مركز الشرطه، فخرج ومعاه سكينه وحالته متبهدله ومستعد يسلم نفسه. الشرطه كانت مستنياه عشان محدش يتأذي من المدنيين، لكن كيم كان مستنيه من بعيد. وهنا كيم فتح باب العربيه وانطلق بيها، وهنا دخلت الشرطه عشان تقبض على جانج، لكن كيم كان اسرع وجري بسرعه ناحيه جانج ومسكه دخله جوه العربيه بسرعه، ويا دوب رجليه كانت لامسه الارض. الشرطه كانت وراه بس ما لحقتهوش. وهنا كيم فضل سايق العربيه لغايه ما بقى في بيت جانج نفسه، وهنا بنلاقي جانج مربوط من ايديه ورجليه ومتثبت تحت المقصله اللي في غرفه الاعدام الخاصه بيه. كيم كان بيشرب سيجاره وقال له انا غلطت لاني قللت من قدراتك. بعدها حط السيجاره في الجرح اللي على وشه وكان بيصرخ من الالم. جانج قال له لو عايز تقتلني اقتلني. هنا كيم كان معاه مفك حديد فغرزه في وشه ودخل جوه بقه، وجانج
بعدها فضل يتألم. بعدها قال له انا مش هقتلك دلوقتي، هقتلك لما يكون ألمك ووجعك بدافع الخوف، هو ده الانتقام الحقيقي. جانج قال له اتوسل ليك سيبني اعيش. فقال له اكيد انت سمعت الجملة دي كتير من الضحايا قبل ما يموتوا وانت مستمتع. جانج قال له ما تقتلنيش ارجوك، انا هكفر عن ذنوبي، وحط وشه في الارض وهو بيبكي. كيم سأله انت دلوقتي خايف؟ انت مدرك اللي عملته؟ هنا جانج رفع راسه وكأنه تحول لشخص تاني وقال له كفاية التفاهات والألاعيب اللي بتعملها معايا، واعترف انك خسرت. الألم والخوف انا معرفش معناهم. كيم اتصدم من كلامه وجانج قال له مفيش اي حاجة تخليني اشعر بالخوف. كيم كان متأثر ومذهول من اللي بيسمعه. بعدها قال له اتمنى انك تحس بالألم حتى بعد ما تموت. بعدها قام وقبل ما يمشي ربط طرف حبل المقصلة المتعلقة وعدى الحبل على مقبض الباب، والطرف التاني جانج ماسكه بسنانه، بحيث اي حد يفتح الباب يكون في نفس الوقت بيشد الحبل اللي ماسكه جانج بسنانه. بعدها ساب البيت وحط السماعة في ودنه وبدأ يمشي من المكان. في اللحظة دي وصل تاكسي قدام البيت، والمفاجأة انهم يبقوا عيلة جانج، ابوه وامه وابنه، واتضح ان كيم كلمهم وهو هناك. في اللحظة دي جانج بدأ يقول بصعوبة انا هعيش، انا مش خايف من حاجة. واتضح ان كيم ساب الكبسولة جنب جانج وسمع كلامه. بعدها ابن جانج نده عليه وجانج اتفاجئ وفضل يقول له ما تفتحش الباب لان لو فتح الباب المقصلة هتقع عليه. ابوه ما كانش فاهم بيقول ايه، فراح يفتح الباب لكن جانج شدد الحبل بسنانه. ابوه عمال يشد الباب وجانج ماسك الحبل بسنانه بكل قوته. حاول بصعوبة يتمسك بالحبل لكن ابوه مازال بيشد الباب، واول ما الباب اتفتح الحبل فلت من سنانه والمقصلة نزلت بسرعة على رقبته قطعتها، والراس اتدحرجت لغاية ما وصلت قدام عيلته اللي فضلوا يصرخوا عليه. وطبعا كيم كان سامع اللي حصل. بعدها شال السماعة وكمل في طريقه وهو بيبكي لانه عارف انه مهما حصل حبيبته مش هترجع. ومع انه فشل في انه يحسس جانج بالذنب ولكن انتقم منه ابشع انتقام، وهو قتله على ايد اقرب الناس ليه. وبكده يكون نهاية قصتنا. ما تنساش لو عجبك القصة لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام.